أكثر واحد بلقلق بلقلق في موضوع إيران وإنه قطر لازم مش عارف إيش تطرد السفير الإيراني أو تخفض التمثيل الدبلوماسي لإيران. اللي بلقلق أنور قرقاش، ما هو إيراني. ولك يا أنور، ما أنت إيراني يا زلمة. طيب ما تيجي تقطع العلاقات في أبو ظبي باعتبارك وزير خارجية الشؤون اللي مش عارف الخارجية، وطبعا هذا لقب وزير خارجية للشؤون الخارجية، ما هو في وزير خارجية اللي هو ابن الشيخ زايد، وهذا قال إيش وزير خارجية للشؤون الخارجية، يعني مطارزي. يعني أنت مطارزي للشيخ تبعك هذا، وأنت إيراني وهلكت سماواتنا بالتغريداتك حكاية إيران وإيران وإيران. ما أنت إيراني يا زلمة، أنت إيراني. وبعدين أنت كاتب في صفحتك إنه والله دارس في المدرسة الأحمدية في دبي. فيش شيء الأحمدية، هي اسمها الثانوية الإيرانية. أنت دارس في الثانوية الإيرانية، وأنت من عائلة إيرانية، وبتحكيش في البيت إلا بالفارسي. ومرتك سيما، ما أنا بعرفك ولك وبعرف مرتك سيما، ما هي إيرانية، بنت الدكتور تراب مهرة، الدكتور الطبيب اللي كانت له مستشفى في نيويورك وبعدين اشتغل في دبي، له مستشفى في دبي. خال أولادك أخوها لسيما رحيم ولا رحيم، ما هو إيراني، يحكيش إلا فارسي. من وين طالع لنا بهالموال؟ أنت وحبيب الصايغ، ما حبيب الصايغ إيراني برضه، رئيس اتحاد مش عارف الكتاب، ما هو إيراني. حاملين السلم بالعرض وإيران، ولازم تقطعوا علاقات مع إيران، وهاي إيران الكافرة وإيران الرافضة وإيران مش عارف الإيش الهابطة وأنت إيراني يا زلمة، يعني بتزاود علينا. هو مش غلط انك تكون ايراني، ما هي كل دبي تبعتكم ايرانيين، كلكم انتم في دبي ايرانيين، ما هو معروف. بس يعني زدتها، يعني انت عم تحكي كأنك الامام احمد بن حنبل، ما انت ايراني. وحماتك الفرنسية ماتت قبل 3 سنين بكاليفورنيا، إيلين.